سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بخير. واليوم باذن الله جيت نوجد معكم الفريكاسي التونسي. بن حاجه تقدروا تاكلوها في تونس هي الفريكاسي. بزاف بزاف بنين وسهل، وانا اليوم جيت نبارطاجي معكم الوصفه اللي تخليه ينجح معكم. يجيكم خفيف ومفارغ من داخل، ما يجيكمش كامل معجن وماشي مزيت، يعني هذاك اللي يكتر بالزيت ويبان شغل مقلي صح. دونك هاد الوصفه رايحين تعتمدوها كامل باذن الله، لانها بزاف بزاف بنينه. الى اول مره تشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه ونروحوا نبارطاجي معكم هاد لا غيسات كيما راكم تشوفوها. راني قسمت الحبه باش تشوفوها من داخل كيفاش فارغه معمره غير بلا فاص اللي عمرتها بها. نجيو للعجينه. اول حاجه راح نحتاجو كاس تاع الماء 250 مليلتر، يهز 250 مليلتر تاع الماء يكون دافي. مغرفه كبيره خميره خبز مع مغرفه كبيره تاع السكر، خلطهم مليح مليح، خليتهم 10 دقائق خمروا، ومن بعد زدت لهم حبه تاع البيض، قل من 4 كاس تاع الزيت يعني، وزدت لهم خلطهم مليح. ومن بعد زدت لهم 500 غرام يعني نص كيلو تاع الفانينه مع مغرفه صغيره تكون معمره مليح تاع الملح. وبديت نلم العجينه تاعي، لميتها مليح مليح. هنايا شوفوا كاين فانينه اللي تكفيكم غير 500 غرام، كاين لا اللي تزيدوا شويه. انا زدت شويه برك قسمه لميتها تخرج لكم عجينه طريه. ولا هنا فوق البلون دو طرافاي حطيت شويه تاع الفانينه، عجنتها مده 3 دقائق. من بعد رجعتها للريسيبيون، نديروا عليها قص 2 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، نغطيوها باش ما تنشفش العجينه تاعنا، باسكو الا نشفت من بعد في القليان راح تعذبكم. خليتها عاودت خمرت، خلوها كان قدرتو من 20 دقيقه حتى نص ساعه. من بعد ما خمرت نحيت لها داك الهواء اللي خمرت فيه، درت شويه تاع الفانينه تحتها وفوقها، وبديت نحل فيها كيما راكم تشوفوا. شوفوا ما تتحلش رقيقه بزاف وما تتحلش خشينه بزاف. طبعتها مدوره، ومن بعد كل حبه طبعتها رايحه نكسلها شوي، نديرها في البلاطو ونخليها تريح 3 دقائق. وباقي العجينه راح نلمها ونعاود نخليها تخمر باش نعاود نخدم بها دوزيام فوا. وهنا كنت سخنت الزيت تاعي، بعد ما خليتهم خمروا 2 حتى 3 دقائق وغطيتهم، جيت لهنا قليتهم. شوفوا لي كيفاش يتنفخوا معاكم في المقله، لازم يتنفخوا معاكم بهذه الطريقه باش يتسموا باللي صح راهم ناجحين. ولهنا نجيو للحشو تاعنا. كما تشوفوا انا راح نحل الحبه قدامكم باش تشوفوها باللي من داخل راهي فارغه. ولا فاس كنت غليت البطاطا، فوحتها غير بشويه تاع التوابل، ديروا واش حبيتوا. درت ملح كمون وتوابل مخلطه. جبت شويه تاع الهريسه اللي كنت زدت فيها شويه تاع الماء وخففتها بزيت الزيتون، البيض مغلي والطون. هذا واش راح نحتاجو في لافاغ تاعنا. ما فيهاش حوايج مقليه، باسكو هي اصلا الخبز من برا راهو مقلي. دونك حطيت لافاغ تاعي، عمرتهم من فوق، زينتهم بالهريسه، زينتهم بالمعدنوس والزيتون خضر بالزيتون كحل كيما راكم تشوفوا هكذا بالشكل تاعهم يجي شهي. وشوفوا لي كيفاش جاو، يعني جاو ما شاء الله، وجاو بزاف بزاف بنان. وهاد العجينه راح دير لكم كميه كبيره، دونك ننصحكم تجربوها وترجعوا لي بالاخبار. ونخليكم في امان الله. والى اول مره تشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه.